من الأيام كان زين ويحيى قاعدين في الجنينة مبسوطين وبياكلوا ساندويتش لذيذ. طعم السندوتش ده جامد قوي. استنى يا زين، انت غسلت ايدك قبل ما تاكل؟ لا، ليه يعني؟ ايدي نضيفة اهو. حتى لو شكلها نظيف، في ميكروبات صغيرة قوي مش بنشوفها، ممكن تدخل جسمنا وتخلينا نعيا. وساعتها زين اتخض وشاف الجراثيم ابتدت تظهر من حواليه وعمالة تضحك عليه، وهو مستغرب وبيفكر في كلام يحيى. خلي بالك يا زين، الجراثيم دايما حوالينا وبتهوم جنبينا على طول، وعشان نحمي نفسنا منها لازم نغسل ايدينا بالمية والصابون كويس جدا قبل الاكل وبعد الاكل، عشان ما نديش فرصة ليها انها تقرب مننا. زين قاعد يفكر في كلام يحيى، وإنه كلام مهم جدا، وإن ممكن الجراثيم دي تسبب له أمراض كتيرة وخطيرة. جري بسرعة زين على الحمام عشان يغسل إيده بالصابون والمية، وهو بيغسل إيده كل ما يفتكر كلام يحيى يغسلها أكتر وأكتر عشان كان خايف تدخل الجراثيم جواه. بيغسل إيده كويس جدا، وكان بيشوف الجراثيم وهي بتقع من إيده وتموت. يا سلام يا يحيى، الواحد كده ياكل وهو مطمن. يلا بسم الله. ما تنسوش تتابعوا مغامرات زين ويحيى في أرض العجائب كل يوم جمعة. يلا بسرعة شوفوا الحلقات اللي نزلت وقولوا رأيكم فيها، مستنيينكم.